لما تيجي الساعة 2 بالليل وانت تكون لسه سهران وما نمتش ومش قادر تنام ولا تعمل حاجة مفيدة اصلا، وطبعا بيجي في دماغك شوية افكار، وانت طبعا عارف طبيعة الافكار اللي بتيجي بعد الساعة 12 بتبقى عاملة ازاي. تعالى بقى في الفيديو ده نسأل بعضنا سؤال من الاسئلة الغريبة اللي بتيجي في عقل كل واحد فينا. هو ايه اللي هيحصل مثلا لو فضلنا صاحيين لمدة شهر كامل بدون ما ننام؟ وعشان نعرف كل الاحتمالات اللي هتحصل، ففي تجربة عملتها اصلا روسيا خلال الحرب العالمية الاولى على مجموعة من المساجين، واللي هنعرف تفاصيلها ونهايتهم كانت عاملة ازاي في الحلقة دي. ويلا بينا نبدأ الحلقة. في سنة 1940 وخلال الحرب العالمية الأولى كانت كل الدول بتحاول إنها تشوف أساليب جديدة عشان تقاوم خلال الحرب دي، وطبعا الأساليب دي بتكون غريبة ومحدش فكر فيها قبل كده، ومنها طبعا روسيا، واللي أثناء الحرب العالمية الأولى عملت تجربة غريبة على مجموعة من المساجين، وكانوا عايزين يعرفوا نتيجة حرمان النوم على الجنود خلال الحروب اللي متوقع حدوثها اصلا. والباحثين الروسيين دول جابوا 5 مساجين وطلبوا منهم انهم يفضلوا صاحيين لمدة شهر كامل مقابل انهم يطلقوا سراحهم وياخدوا حريتهم. وبالفعل وقع السجناء دول على وثيقة القبول، لان المجازفة بتستحق بالنسبة لهم اما انك تعيش او تموت وانت بتحاول. ودخلوا المساجين دول لأوضة معزولة، وكانت في الأوضة ديت انابيب عشان تديلهم الاكسجين وغاز تاني اسمه النوكلييف، وده عشان يساعدهم انهم يفضلوا صاحيين بدون رمشة عين. وكمان كان موجود جوه الأوضة ديت اكل والمؤن اللي تكفيهم لأشهر، وكمان كان في خزانة فيها مجموعة من الكتب. والأوضة ديت كان ليها شباك من الإزاز عشان الباحثين يقدروا انهم يشوفوا تصرفات المساجين دول ويسجلوا ملاحظاتهم. وكان في كمان 4 ميكروفونات في كل زاوية في الغرفة، وكان موجود كمان حمام على شمال الغرفة. يعني من الآخر كان متوفر ليهم كل متطلبات الحياة، وكل اللي المفروض يعملوا المساجين بس انهم يفضلوا صاحيين عشان ياخدوا حريتهم. ومرت الأيام بشكل طبيعي، لكن في اليوم التاسع بدأ سلوك المساجين انه يتغير. You must not ever lay a finger on a fellow inmate. If you do not wish to take part in the experiment, this is your last chance to say so, as you will not be allowed to leave once we begin. فواحد من المساجين دول اتجنن وبقى بيصرخ بأعلى صوت، وبقى بيجري على يمين وشمال الغرفة، وبدأ يضرب نفسه على الأرض وفي الحيطان زي اللي بيتلبسوا الجن والعياذ بالله. والغريب في الموضوع إن محدش من المساجين التانيين اهتم لأمره، ولا أكن في حاجة بتحصل أصلا. وفي اليوم العاشر اتنقلت العدوى ديت لباقي المساجين، وبدأ إنهم يقطعوا أوراق الكتب وبعد كده يلطخوها باللعاب بتاعهم ويلزقوها على الشباك اللي مصنوع من الإزاز ده، لغاية طبعا ما انعدمت الرؤية تماما، وبعد كده انقطعت الأصوات عنهم وعم الصمت في كل الأوضة. وبعد مرور 24 ساعة حس الباحثين بالقلق لعدم وجود أي إشارة صوتية خارجة من الأوضة، بالرغم إن جهاز الغاز بيشير إلى إن المساجين دول لسه أحياء. لغاية ما قرر واحد من الباحثين دول انه يكلمهم من خلال الجهاز الصوتي، وقال لهم انهم هيدخلوا يفحصوهم، ومن الافضل انهم يفضلوا هاديين ويقعدوا على الارض والا هيضربوهم بالنار. والمعلم ده خلص من هنا، وفي صوت همسات كده، واحد من المساجين بيقول احنا مش عايزين فحص ولا اي حاجة، احنا دلوقتي احياء اموات اكلين لحوم البشر. فورا اتصاب الباحثين دول بالقلق والخوف، وهرب كل واحد منهم على بيته ما عدا باحث واحد بس، واللي كان مهووس لدرجة الجنون، وبدأ ان هو ينادي على كل المساجين، لكن طبعا محدش رد عليه. وهنا قرر الباحث ان هو يمنع عنهم دخول الغاز ده، وبمجرد ما عمل كده علا صوت المساجين دول فجأة، وقعدوا يتوسلوا ليه ان هو يدخلهم الغاز ده مرة تانية. اضطر الباحث ده ان هو يتصل بأمن المختبر عشان يدخل الأوضة ديت ويشوف ايه اللي هيحصل. وبحلول منتصف الليل جه أمن المختبر ده ودخل للأوضة، لكن شاف اللي عمره ما توقعه، وحس بالخوف لان الغرفة كانت مليانة بالدم وريحة وحشة جدا. وكمان المساجين دول ما استهلكوش اي اكل، لانهم كانوا بياكلوا في نفسهم بمعنى الكلمة، وكانوا بياكلوا احشائهم كمان، فكان اجسامهم ديت ممزقة من كل حتة لغاية ما بان عظمهم اصلا. ومات كل المساجين دول الا واحد بس كان عاضد بالفك بتاعه عضلات الساعد بتاعته، وبدأ ان هو يصرخ ويضحك بشكل مرعب كده، وكمان قطرات الدم كانت بتنزل من فكه. وامر الباحث عناصر الامن انهم يحقنوه بالمورفين وبعد كده ياخدوه لغرفة العمليات. لكن حس الباحث ساعتها ان المسجون ده عايز يقول له حاجة، وفورا جاب الباحث ورقة وقلم واداه للمسجون ده. لكن طبعا المسجون ده خد منه القلم ورماه، وبصباعه اللي مليان بالدم قال اقطاع احشائي
اجعلوني استشير اللذة اكتر. وهنا بدأ الباحث انه يصرخ ويقول لهم ليه عملتوا في نفسكم كده، قول لي. وحرك المسجون ده راسه للباحث كده، وبصعوبة اصلا ان هو يتكلم، وقال له عشان نبقى صاحيين. وبعد التجربة المرعبة ديت ممكن يكون في فكرة جيت في دماغكم، وهي ايه اللي هيحصل لو صنعنا مثلا غاز اقوى من النوكليف ونشرنا الغاز ده في كل منطقة في الارض؟ فهل هنشوف عصر الاحياء الاموات، او بمعنى اصح عصر الزومبي؟ الله اعلم. خلال القرون اللي فاتت، وبسبب الحياة البسيطة اللي كان بيعيشها الإنسان، وبسبب الحروب كمان، حصلت بعض المجاعات في بعض الدول والحضارات اللي أنهت بالبشر، ودمرت كمان المجاعات ديت حياة ناس كتير. وفي الحلقة ديت هنتكلم على واحدة من المجاعات دي، وبالرغم إنها حصلت في وقت مش قديم جدا، لكنها نقطة تحول وتغيير كامل في تاريخ الأمة دي. والمجاعة ديت هي مجاعة البطاطس، واللي حصلت في دولة أيرلندا خلال القرن ال19. وفي الحلقة ديت هنعرف القصة كاملة وتفاصيلها كمان، وعشان كده هنقول جملة واحدة، وهي يلا بينا نبدأ الحلقة. خلال القرن ال19 كانت أيرلندا تابعة لبريطانيا، وطبعا كعادة بريطانيا في المستوطنات بتاعتها إنها تسيطر على الأمور السياسية والبرلمانية للشؤون بتاعتها، حتى إنها كانت بتمتلك الأراضي الزراعية الأيرلندية وتأجرها للسكان. والسيطرة دي كمان شملت الدين، وفرضت كمان على الشعب الأيرلندي الضرائب، وكل الأمور دي خلت الشعب الأيرلندي عايش في فقر تام. ومع دخول نبتة البطاطس لأيرلندا من أمريكا الجنوبية، اعتبروها في البداية إنها مجرد نبتة للزينة، لكن بسرعة انتشرت زراعته وأكله كمان، عشان تكون البطاطس هي الأكلة الرئيسية للشعب الأيرلندي، خصوصا الفقراء منهم. بقى الاعتماد على البطاطس إنه أكل رئيسي خصوصا في الشتاء، وبقى المزارعين ما بيزرعوش الا البطاطس، فكان اي حد بيمتلك ارض او مثلا يستاجرها عشان يزرعها طبعا بيزرعها فورا بطاطس، خصوصا مع الفقر والاجواء البارده في ايرلندا. فعام 1845 بقى دخلت ايرلندا طفيليات اسمها لفحه البطاطس المتاخره، واسمها العلمي هو فيتوفثورا انفستنس. الطفيليات ديت اصلا كان اصلها المكسيك، وانتقلت عن طريق السفن التجاريه للولايات المتحده الامريكيه، ومن الولايات المتحدة الأمريكية انتقلت لأيرلندا وأوروبا كلها. ودمرت الطفيليات ديت محصول البطاطس بنسبة التلت في عام 1845، وبعد كده دمرت في السنة اللي بعدها 90% من المحصول. وبالرغم ان الطفيليات ديت دخلت لمعظم الدول الأوروبية، لكنها طبعا ما تسببتش بخسائر كبيرة كده زي ما حصلت في أيرلندا، لأن باقي الدول ما كانتش بتعتمد على البطاطس بس عشان تاكلها، لأنها كانت بتزرع أنواع تانية من النباتات والمحاصيل، على عكس أيرلندا اللي كانت كل محاصيلها عبارة عن بطاطس. وبحلول عام 1847 حصلت المجاعة بشكل كبير، لأن الجوع اشتد على الشعب الأيرلندي خصوصا خلال السنتين اللي فاتوا، واشتد الجوع عليهم وتحول الجوع ده لمجاعة كبيرة شملت اصلا الفقراء او الاغنياء. واضطر كمان الشعب ده انه ياكل اصلا البذور بتاعه النباتات اللي هيزرعوها اصلا في الموسم الجاي. ورغم الجوع اللي كان بيفتك اصلا وينهي على الشعب الايرلندي، الا ان بريطانيا كانت مستمره انها تصدر المواد الغذائيه من ايرلندا لبريطانيا، لان طبعا قلنا ان ايرلندا كانت مستوطنه ليها. يعني من الاخر ما شفتش بجاح اكتر من كده، لدرجه ان خلال سنوات المجاعه ديت ابحرت اكتر من 4000 سفينه محملة بالمواد الغذائية من ايرلندا لبريطانيا. واتجهت السفن ديت من موانئ ايرلندا لموانئ بريطانيا، وخصوصا بريستول ولندن وليفربول. وكمان السفن ديت كانت مليانة بالمواد الغذائية زي العسل والزبدة واللحمة كمان، وكمان كان فيها حيوانات زي الماشية والارانب. وده بيعني ان بريطانيا اصلا استمرت انها تستنزف ثروات ايرلندا رغم المجاعة اللي بتحصل للشعب. وكمان بريطانيا استمرت ووصلت انها تفرض الضرائب وتاخد الايجار من الشعب اصلا اللي بيموت. وفي الاخر طبعا بيقول لك حقوق الانسان، الله المستعان. بس وبقى الموت منتشر في كل مكان، والجثث اصلا مش بتتوقف انها تظهر، وكمان الناس بدت انها تاكل اي حاجه موجوده قدامها. ومن كتر الناس اللي بتموت بقى من الصعب اصلا انهم يسجلوا اعداد الوفيات من كترهم، وحتى التوابيت ما بقتش اصلا مكفيه لكل الجثث دي، واستخدموا توابيت تانية اسمها توابيت المصيدة، وهو عبارة عن تابوت فيه باب من الاسفل، عشان بمجرد ما يحطوا الجثة تقع بشكل مباشر من اسفل التابوت ده في القبر، ويكون جاهز التابوت ده للجثة اللي بعدها. وخلال المجاعة ديت هاجر اكتر من 1,000,000 شخص ايرلندي، ومعظمهم راح للولايات المتحدة. وفضلت الناس اللي هي مش قادرة تهاجر انها تستنى الموت وبس، ومات بسبب المجاعة ديت اكتر من 1,000,000 شخص، وقلت نسبة السكان بحوالي 20-25%. Peasants are all the same, no appreciation of beauty. Beauty would be held in much higher regard, sir,
gift could be eaten. وكمان المؤلم في الموضوع ده ان ايرلندا كانت تابعة للحكم البريطاني، واللي استمرت بريطانيا انها تستنزف ثروات ايرلندا بدون ما تساعدها حتى. وبعد انتشار خبر المجاعة ديت لمعظم الدول الاوروبية وبعض الدول التانية كمان، اتحركت بعض الدول بسرعة عشان تساعد ايرلندا، زي الولايات المتحدة الامريكية والمكسيك وفنزويلا وايطاليا وجنوب افريقيا. وكمان الدولة العثمانية بالرغم انها كانت في اشد ضعفها، الا ان السلطان عبد المجيد الاول قرر ان هو يرسل مبلغ 10,000 جنيه لايرلندا. لكن طبعا ملكة بريطانيا واللي هي الملكة فيكتوريا طلبت من السلطان ان هو يقلل المبلغ ده ل1000 وبس، وطبعا عشان تحافظ على صورتها قدام بعض الدول، لانها ما اتبرعتش لايرلندا الا ب2000 جنيه وبس. يعني من الاخر ولا بتساعد ولا بتسيب غيرها يساعد. ورغم كمان ان ايرلندا كانت تابعة للحكم بتاعها، وطبعا قرر السلطان العثماني ان هو يرسل 3 سفن محملة بالاكل والدواء لايرلندا، لكن طبعا بريطانيا رفضت دخول السفن ديت للميناء بتاع ايرلندا، وعشان كده اضطرت السفن ديت انها ترصف في ميناء اسمه دروهيدا. الميناء ده بيبعد بحوالي 30 ميل عن ميناء دبلن، وفرجت حمولتها هناك وادتها للشعب الايرلندي. كانت مجاعة البطاطس ديت من اشرس المجاعات اللي حصلت في دولة ايرلندا، وكمان كانت نقطة تحول في تاريخ الأمة دي، لأنها خلت نسبة السكان قليلة جدا لمدة قرن من الزمن، وكمان خلت العلاقات متوترة مع بريطانيا، واللي حملتها أصلا أيرلندا مسؤولية المجاعة، لأنها فرضت الضرايب واستمرت إنها تنقل ثروات أيرلندا من المواد الغذائية رغم المجاعة اللي بتحصل للشعب الأيرلندي. والمجاعة ديت بقت محفورة لغاية دلوقتي في ذاكرة كل شخص أيرلندي، وحتى دلوقتي ما زال الشعب الأيرلندي بيفتكرها، وبيفتكر كمان مساعدة الدولة العثمانية ليهم من خلال كمان رسالة شكر وجهها السكان والمسؤولين الأيرلنديين للدولة العثمانية، واللي ما زالت موجودة لحد يومنا دلوقتي. وكمان في تماثيل في بعض الدول زي أمريكا، واللي بتمثل معاناة الشعب الأيرلندي خلال المجاعة، والتماثيل ديت بتفكر البشر كلهم بالمأساة والمجاعة اللي حصلت للشعب الأيرلندي. وكمان في تماثيل تانية بتعبر عن هروب وفرار الشعب الأيرلندي لدول تانية هروبا من المجاعة. وكمان الناس دلوقتي متعرفش قيمة الأكل المتوفر ليهم لأنه موجود بكمية كبيرة، لكن لو قرأوا شوية في الأزمات والمجاعات اللي حصلت في الماضي هيعرفوا قيمة الأكل ده كويس. لكن مش هيقولوا مثلا إن ده جوسي وإن ده مش حلو مثلا، لكن هياكلوا كل اللي متوفر ليهم من نعم الله عز وجل. هي ده حقيقة ولا هزار؟ ازاي حكومة تقتل وتنهي على تلت شعبها؟ ربما تكون قصة من قصص الرعب الخيالية، لكن لا عزيزي المشاهد، اللي هقولهولك في الحلقة ديت مش هزار ولا من وحي الخيال، لأن في حكومة فعلا قتلت تلت شعبها، وكان في طريقها كمان إنها تقتل الناس الباقية منهم لولا رحمة الله عز وجل. واللي عملته الحكومة ديت كان في مجرد بس 5 سنين. حكومة عملت مزارع وحقول وأماكن للقتل والموت، حيث إن مش بيتزرع في الحقول ديت إلا الأجسام، ومش بيتم حصد أي حاجة فيها إلا الرؤوس والجماجم وعظام الأموات. 5 years of brutal fighting, the war-weary population welcomed an end to the carnage. Few Cambodians and fewer outsiders could possibly have imagined what was to follow. معانا ومعاكم حلقة جديدة وموضوع جديد عن حكومة كمبوديا الديمقراطية. من عجائب الزمن عزيزي المشاهد إن يحكم بعض الشعوب مجموعة من الفاشلين والمصابين بجنون العظمة، واللي بيعتقدوا دايما إن رأيهم وأفكارهم هي الصح دايما، واللي بيخالفها مصيره هو الموت أو القتل. ظالمين شعوبهم ومعيشينهم كمان في الفقر والجهل لغاية الموت. فعام 1975 بقى كان في مجموعة اسمهم الخمير الحمر الكمبوديين، وتمكنوا من إسقاط الحكومة اللي قبلهم وأسسوا الحكومة بتاعتهم تحت اسم حكومة كمبوديا الديمقراطية. وكانوا القادة بتوع الحكومة ديت من الشيوعيين، ودرس أغلبهم في الجامعات الفرنسية، وتأثروا كمان بتجربة الحزب الشيوعي الفرنسي، وكان للتجربة الشيوعية الفيتنامية أثر كبير عليهم. كان القائد بتاعهم اسمه بول بوت، وكان ليه اسم تاني بيطلقوا عليه وهو الأخ رقم 1. وفي مجموعة تانية من القادة التانيين زي الأخ رقم 2 والأخ رقم 3 وهكذا. وكان فكرة القادة الشباب دول بتتلخص في فكرة معينة، وهي انهم يرجعوا الشعب ده لاصوله الحضاريه والثقافيه القديمه عن طريق العمل الزراعي الجماعي، وانهم يحققوا الاكتفاء الذاتي ويتخلصوا من مظاهر الحياه الغريبه اللي في نظرهم انها لوثت الشعب. وقرروا كمان انهم يعملوا التجربه بتاعتهم ديت على الشعب الكمبودي المسكين. كان البرنامج بتاع حكومه الخمير الحمر دول قايم على اساس اغلاق المستشفيات والمدارس والبنوك والتجاره كمان، وتحريم جميع الديانات.
وانهم ياخدوا كمان الممتلكات الشخصيه بتاعت الناس ديت ونقلهم بالاجبار من المدن لمزارع العمل الجماعيه واللي موجوده في الريف الكمبودي. قال ايه؟ عشان مثلا يطهروهم من مظاهر الحضاره الغريبه اللي في نظرهم انها لوثت الشعب، وانهم يرجعوهم للحضاره والثقافه القديمه اللي كانوا عايشين فيها قبل مظاهر الحضاره ديت. وطبعا كل ده في نظرهم عن طريق العمل الزراعي بالاجبار. انت متخيل جنون اكتر من كده عزيزي المشاهد؟ للاسف ايوه. ففي قوانين كتيرة واللي هنحكي عن بعضها بعد شوية واللي اتطبقت على الشعب الكمبودي ديت، طبعا قوانين في غاية الجنون واللي لم ينزل الله بها من سلطان. مثلا ان العلاقات الانسانية بين العيلة وبعضها ممنوعة، ومينفعش الشخص ان يكون له علاقة بعيلته. وكمان الدواء الغربي زي البرشام والادوية الحديثة ممنوعة، وانك عشان تتعالج لازم تستخدم الاعشاب الطبيه البدائيه. وكمان كان ممنوع استخدام الالقاب، زي ما بتقول لصاحبك مثلا اي زميلي وعامل ايه يا صاحبي وبالشوق والكلام ده، طبعا ما فيش الكلام ده. وكان بس بيستخدموا كلمة رفيق في المخاطبات العامة. وخد دي كمان عندك انك ممنوع كمان تسلم على الشخص ده سواء بالانحناء او انك تسلم عليه بايدك مثلا، لان الكلام ده ممنوع وبتوصل عقوبته للموت. في البداية بقى استعملت الحكومة ديت خدعة عشان تخلي السكان من المدن عشان يودوهم للريف الكمبودي عشان يشتغلوا بالزراعة الجماعية هناك، وقالوا لهم انهم لازم يروحوا للغابات ويقعدوا هناك لمدة يومين 3 عشان يكونوا في امان من قصف الطيارات الامريكية، وان الدولة هي اللي هتحرس ممتلكاتهم وبيوتهم خلال فترة غيابهم دي. وبمجرد ما خرجوا الناس ديت بدأوا انهم يقسموهم ويودوهم لمزارع العمل الجماعية ديت. وكانوا كمان بيتعمدوا في التقسيم دوت انهم يفرقوا بين افراد العيله الواحده، وكمان يعزلوا الاطفال عن امهاتهم. وكمان كان على السكان دول انهم يشتغلوا 12 ل 14 ساعه او اكتر في المزارع ديت بدون راحه او اكل. وكان ممنوع عليهم كمان اكل النباتات او الثمار البريه اللي قدامهم على اعتبار انها مجرد ملكيه عامه، ومحدش كان ليه الحق ان هو ياخدها او ياكلها من نفسه كده، ودي عقوبتها بتكون الاعدام برضه. نيجي بقى لنقطة حقول القتل والموت، وهي اماكن مخصصة لاحتجاز وتعذيب واعدام الناس او الاشخاص اللي الحكومة اصلا عايزة تتخلص منهم. ودول طبعا كانوا كتير، ودي الاسباب كتيرة، زي مثلا ان الاشخاص دول يكونوا منتميين لقومية غير كمبودية، زي مثلا انه يكون الشخص ده صيني او فيتنامي لكن يكون عايش في كمبوديا. وبرضه المسيحيين او المسلمين بتوع كمبوديا، وكمان بيتخلصوا من الرهبان بتوع البوذية. وكمان ممارسة اي عمل او كلام من اهدافه انها تقلل من الحكومة عقوبته بتكون الاعدام. ده حتى انه لو كان مجرد بس كلام بسيط عن عدم الرضا او الحياة عموما بشكل عام في كمبوديا بتعتبر جريمة في نظر الحكومة ديت. ده حتى كمان لو الشخص كان بيعيط او بيتأثر لو حد بس من عيلته كان بيتعدم قدامه عقوبته برضه بتكون الاعدام. كمان من الجرائم الكبيرة بقى في نظر الحكومة ديت هي ان يكون الانسان دوت مثقف او متعلم، لان هدف الحكومة المجنونة ديت هو تجريد الانسان من اي حاجة بيمتلكها حتى الاحساس والمشاعر، وانه يحولوا السكان دول لمجرد آلة زراعية بتنفذ الاوامر بدون اي مناقشة او احتجاج. وعشان كده كانوا بيعدموا اي شخص يكون متعلم او مثقف، وصدرت الاوامر كمان بتنفيذ الاعدام والابادة لاي شخص متعلم او مثقف بيعرف يقرأ ويكتب. ده كمان الاهبل من كده ان حتى الاميين اللي ولا بيعرفوا يقرأوا ولا يكتبوا لكن بس مجرد لابسين نظارات كانت بتعدمهم الحكومة، لان في نظر الحكومة ان الاشخاص اللي لابسين نظارات دول بيكونوا مثقفين ومتعلمين. وتمت الاعدامات ديت في حقول القتل والموت اللي عملتها الحكومة ديت، وكان الاعدام بيتم عن طريق ضرب راس الشخص دوت بالفأس. وكمان ما كانوش بيهدروا الرصاص عشان يموتوا الناس ديت، لان في نظر الحكومة ان قيمة الرصاصة اغلى بكتير من قيمة المواطن نفسه. وطبعا بعد الاعدامات دي كلها بيتم دفن الاشخاص دول في مقابر جماعية. وعدد الاموات في ظل حكومة الخمير الحمر دول مش معروف بالظبط، لكن بيقدر بحوالي 750 ألف شخص، وبترتفع التقديرات ديت ل 3 مليون و300 ألف إنسان اتقتل في ظل الحكومة ديت. يعني نص الشعب قتلوه، لأن شعب كمبوديا كان حوالي 7 مليون زمان. لكن التقديرات الأكثر واقعية هي ما بين 1.5 مليون ل 2.5 مليون شخص اتقتل. نصهم اتقتل في حقول القتل والموت نتيجة الإعدامات اللي عملتها الحكومة ديت، والباقي طبعا مات نتيجة الجوع والأمراض. في عام 1979 بقى اجتاحت القوات الفيتنامية كمبوديا واسقطت حكومة الخمير الحمر دول، واللي في نظري هي حكومة الحمير الحمر. وكان هرب اصلا القادة بتاعت الحكومة ديت، وعلى راسهم بول بوت القائد بتاعهم، واللي هرب وراح عند الحدود التايلاندية لغاية ما مات عام 1998. وبكده تكون خلصت الحلقة بتاعتنا، ونكون عرفنا ان السلاح القوي اللي بيمتلكه اي شخص هو العلم،
وان الجاهل لو وصل للحكم هيدمر الشعب والعالم باكمله. وطبعا ما تنساش لو عجبك الفيديو انك تدعمنا بلايك الفيديو واشتراك بالقناه وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك حلقاتنا اول باول.